إلى ولاية جيجل لنتعرف على قصة عم رابح، ذلك الرجل الذي لم يغلبه النعاس منذ 2012 بدليل أنه لم ينم منذ 5 سنوات، رغم أنه جرب أدوية من ألمانيا وفرنسا وأمريكا وحتى الرقية الشرعية. أمنية عم رابح هي أن ينام ولو ساعة في الشهر. يا اللي راكم ترقدوا بزاف. مراسلنا صلاح عميرة أعد لنا هذا الرفق. عمي ربح رجل متقاعد من بلدية سطارة بولاية جيجل، لم يذق طعم النوم منذ 5 سنوات، لا فرق عنده بين ليل ونهار. 2012 نهار فوتنا على سياده الرئيس واحترام سي عبد العزيز بوتفليقه، من ثم حتى درك مده 5 سنوات كي يلحق الجام في 2017 يعود عندي 5 سنوات لم انام في الليل، ما 4 ساعة ولا نص ساعه ولا 5 دقائق ما كانش. حالة استثنائية وقف الأطباء حيالها عاجزين، مثلما عجز الدواء على أن يربط هذا الرجل بوسادته لحظة في الشهر. والاطباء عجزوا، لا بروفيسور لا والو. الدواوات من جميع الادويه استعملتها نفع ربي سبحانه، كي ندير سكانر ولا رياله يكون لي راسك صافي. جبت من فرنسا الدواء، من تونس، من الالمان، من امريكا وما ارتحتش. استعملت الرقيه الشرعيه كما كان ربي سبحانه ما ارتحتش. هو ربي سبحانه نحالي رقاد وعطاني القوه وعطاني العقل نمشي به، نصلي نقضي الدار لاباس بيا، نضيف نصلي نصدق نحكي مع الناس بعقلي نورمال، والو تخصني غير النوم انايا ما يخصني والو. المهم ربي سبحانه نكون مع ربي سبحانه، هو يسير فيا، لازم ننتح في الطريق ولا نتغاشى ولا يحمر عليا ولا نتاح نموت. هذه هي، انا بيني وبين الجنه الموت. هذا ما كنصدق ونصلي ونقول الحمد لله رب العالمين، استغفر الله يا ربي، ونبدا تاع ايوب، ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، فاستجبنا فكشفنا.